ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ايه السيد. الزمالك بيخسر من انبي 2-0 في بطولة الدوري. الماتش اللي فات اشدنا من اللعيبة، وان اللعيبة كان معظم اللعيبة كانت رجالة ولعبوا كويس وكل حاجة، وكسبنا الترجي وماتش كان حلو، وقلنا يعني اللعيبة عندها في امل، بس طلعت امل ماتت اصلا من زمان. طلع ان ده مستوى اللعيبة اصلا، وان ماتش الترجي كان استثناء، ودي حاجة انا كنت متخوفة منها جدا، ان الماتش ده يبقى فلتة كده من ضمن ماتشات كتير. وحشين في كل حاجه. والتمركز، بص، نفس الاخطاء بتاعت الماتشات اللي فاتت بقى مع ماتش الترجي، نفس الاخطاء بتتكرر تاني بنفس كل حاجه. المدرب اصلا مش معانا، اللعيبه مش معانا، الجمهور نفسه اللي في الملعب اصلا تحسه في حته تانية خالص. يعني الفريق مهزوم 2-0 وده بيشجع، يقول لك يا زمالك ويلعب يا زمالك ويكسب يا زمالك، ومش انت بتقول ايه؟ انت رايح تعمل ايه؟ رايحين يتفسحوا، الجمهور اللي هناك ده كان رايح يتفسح. خلصنا من ماتش الترجي، دخلنا في ماتش الدوري. محمد عبد الغني نفس الاخطاء ونفس كل حاجه للمره ال6000، بيغلط نفس الغلط برضو في كل حاجه. كل ماتش لازم يغلط غلطه، كل ماتش. مستحيل لاعب في الدنيا بيعمل كده، ولا حد واخد باله ويخرجه، مع ان في اكتر من بديل، ولا هو نفسه بيغير من نفسه. والمفروض احنا كجمهور مطلوب مننا ايه؟ نعمل ايه لما نشوف لاعب زي ده في الملعب؟ المفروض ما يلعبش اصلا، وانت كمدير فني مصمم انك تنزله وتلعب بيه. يعني ايه فيريرا بقى قاصد اللي بيحصل في الزمالك ده؟ نكسب نخسر، الموضوع بقى فعلا مستفز للدرجه، يعني الواحد اصلا مش مستحملها. الشوط الاول قدام انبي ما عملناش اي حاجه، استحوذنا وكل حاجه، بس اخطر لاعب في فريق انبي اللي هو رفيق كابو، المفروض اصلا يعني كل تركيزنا يكون منصب عليه، هو الوحيد اللي احنا سيبنا اللاعب يعمل كل اللي هو عايزه في الملعب، وكان اخطر واحد في انبي وعمل كل حاجه لانبي في الماتش. نزلت ولعبت ب4-3-3 او 4-1 ماشي، مفيش مشكله، بس انت برضو يعني الماتش اللي فات بنشيد بان فريرا ساب كل لاعب مكانه، واحمد سيد زيزو على اليمين زي ما هو، فاللاعب عمل تاثيرات في الماتش. فانت جيت الماتش ده عكيت الدنيا كلها، وزيزو بقى يجي في النص ويجي على الشمال ويجي مش عارفه يروح فين ويجي منين، والموضوع كان فيه عك رهيب. تمركز الدفاع بتاعنا بقى حدث ولا حرج، مضروب بالنار، مفيش تمركز دفاع اصلا. تسديده واحده الشوط الاولاني من انبي بجول، يعني حسبي الله ونعم الوكيل بجد على اللي بيسمي دي كوره. قلنا الشوط التاني يمكن الدنيا تتظبط شويه والجو يبقى حلو شويه مع الزمالك، والدنيا تظبط ويعمل تبديلات بقى والدنيا تبقى حلوه، والراجل عامل تبديلات من بدايه الشوط، يعني حاجه كانت غريبه. ونزل الونش ونزل بالحاج، والدنيا كانت بدأت يعني نفهم، يعني الونش مكان عبد الغني وبالحاج مكان دونجا، بس مين فين؟ يعني رؤى هيرجع مكان دونجا مثلا؟ يعني المفروض ده اللي كان حصل، رؤى يرجع مكان دونجا ويطلع بالحاج جنب سيف فاروق جعفر ويلعبوا الاتنين للامام. انا اقسم بالله اول ربع ساعه في الشوط الثاني ما عارفه بالحاج بيلعب فين، ولا سيف فاروق جعفر بيلعب فين، ولا زيزو بيلعب فين، ولا مصطفى شلبي بيلعب فين، ولا سيف الجزيري بيلعب فين. يعني الخمسه اللي قدام دول انا ما اعرفش اصلا كانوا بيعملوا ايه في الملعب الشوط الثاني. شويه شلبي شمال وشويه يضم لجوه، شويه بالحاج شمال وشويه يضم لجوه، شويه بالحاج يروح على اليمين وشويه سيف جعفر يجي مع شلبي على الشمال، شويه الاقي زيزو اصلا في النص بيتمشى، شويه الاقيه جنب الجزيري وقدام مع المدافعين، وحاجه في منتهى العك. الماتش ده بالريتم اللي كان ماشي بيه لو كنا فضلنا ل3 سنين قدام ما كناش هنسجل هدف. ليه؟ مفيش حلول اصلا هجوميه، انت ما عندكش لعيبه تحللك الازمه دي. زيزو كان باين ان هو عامل ماتش وحش جدا، المسلوسي نفس الحكايه عامل ماتش وحش جدا. ده مش معناه ان اللعبه دي وحشه يا جماعه، عشان الناس دايما بتفهم طالما اللاعب عامل ماتش وحش فانا بقول انه عامل ماتش وحش يبقى اللاعب ده وحش. انا ما قلتش كده، بقول انه عمل الماتش ده وحش. زيزو فعلا مرهق جدا، وكان الافضل انه يريح زيزو طالما انت كده كده مش همك ماتش الدوري وانك هتخسر عادي مش مشكله، فكنت ريح زيزو بقى احسن. والمسلوسي برضو كان وحش في الماتش ده، اللي يعترض بقى على الكلام ده يعترض براحته مفيش مشكله، يعني اللي شايف عكس ده مفيش مشكله برضو، انا مش هتخانق مع حد عشان حاجه زي دي. احنا خسرنا 2-0، اصل انا هتخانق على ايه؟ اللاعب كان حلو ووحش، ما كلهم كانوا زي الزفت. خرج محمد عبد الغني اللي بيغلط، موجود رؤى بيغلط هو كمان ولا بيضغط، يعني الباص بتاعه اصلا هو السبب في الجول الثاني، يعني هو باص غلط لاحمد فتوح وبعد كده ما بيضغطش على اللاعب. بيعمل لك تكتل دفاع ورا وانت مصمم برضو تخترق من العمق. طب وبعدين؟ طب وبعد ما تخترق من العمق انت ما عندكش اللاعب المهاري اللي يقدر يعدي 1 على 1 اصلا. لو فكرنا مين اللعيبه المهاريه اللي عندك اللي انت كنت بتلعب بيهم في ماتش انبي؟ زيزو وبالحاج وشلبي وسيف فاروق جعفر. سيف لو عدى من واحد هيلاقي التاني في وشه، لو عدى من التاني هيلاقي التالت في وشه، مش هيقدر يعمل حاجه لوحده. ليه؟ عشان كل الاختراقات كانت من العمق، كل الاختراقات كانت من العمق، كل الكوره في العمق. اباصي والتاني يعمل له تشيب من فوق فالكوره تتقطع، اباصي اعمل له ثرو فالكوره برده تتقطع.
كل الكرات كانت محفوظه. اصل انا دلوقتي دفاع انبي 5-3-2، 3 في خط النص قافلين عليك الدنيا وقافلين عليك مساحات التمرير اصلا بتاعتك، فانت تقوم عامل ايه؟ العب في النص برضو مفيش مشكله، خدوا الكرات كلها قطعوها كلها. جربت تلعب على الطرف؟ لا. طب جربت يعني تعمل اي حاجه في الملعب، تغير اي حاجه في الملعب؟ برضو لا. طب انت نزلت يوسف اسامه نبيه، نزلته فين؟ عمل ايه؟ انا يوسف اسامه نبيه ده نزل مهاجم تاني اصلا، يعني هو نزل مكان مصطفى شلبي، انا فجاه لقيته مهاجم تاني جنب الجزيري. عك مش مفهوم، مش عارفين ده بيحصل ليه كده يا فريرة؟ ليه كده؟ يعني انت لو عايز تمشي قلنا 100 مره امشي، انما ما تحرقش دم الجمهور معاك، ما تضيعش كل اللي انت عملته عشان جمهور الزمالك. خلاص طالما الموضوع وصل للمرحله دي خلاص. وايه التصريحات اللي انت بتقولها دي يا فريرة؟ تصريحاتك بقت ساذجه لابعد الحدود، ساذجه بطريقه مش طبيعيه لمدرب كبير زيك. المفروض اللي زيك ده ما يطلع الكلمه بحساب. انت ازاي بقيت بتعمل كده؟ فريرة بقى يسمع للسوشيال ميديا وبقى رام ودنه للسوشيال ميديا، والموضوع ده مضيعه تماما، ولا مركز مع الفريق ولا مركز مع التدريبات ولا مركز مع اي حاجه. قلنا من اول السيزون الزمالك وحش جدا جدا جدا، وحش 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 في كل حاجه. اللعيبه تقريبا ما بتتمرنش اصلا، يعني كل مره بنقول كده. اصل معلش انا لو لاعب بتمرن هعمل اي حاجه تذكر في الماتش، انما تمسك كل لاعب لوحده مفيش والله العظيم. زيزو ده مجهود فردي، ده اللاعب ده هو اللي كده. جزيري مفيش، تحركاته كلها اصلا غلط في غلط. مصطفى شلبي مفيش ولا باص صح، ومش عارف يعدي 1 على 1. بقيت اللعيبه نايمه في ميه البطيخ اصلا، ملهاش دعوه باي حاجه. حسام عبد المجيد في كوره ساب الواد يجري منه، انا والله كانت كوره مش مفهومه تماما. الكرة راحت للاعب انبي وده معاه، ده سابه يجري، وقف وسابه يجري عادي جدا. ايه ده؟ ايه الناس مغيبه بطريقه مش طبيعيه ليه يا جماعه؟ ليه لعيبه الزمالك مغيبه وليه الجمهور نفسه مغيب اللي في المدرج؟ بصوا، هو كان ماتش يقرف ومش عايزين نتكلم عليه. الزمالك الفتره دي اصلا مش حلو، وزي ما قلت امبارح على بوست على الفيسبوك ان الزمالك الموسم بتاعه خلاص هو كده انتهى حرفيا، سواء في الدوري او في افريقيا او في الكاس او اي بطوله السنه دي خلصت للزمالك. واللي مستني حاجه في ماتش افريقيا الجاي انت حر، دي حاجه ترجع لك. انا شخصيا انا مش مستنيه حاجه من اللعيبه دي، وحتى لو كسبوا انا برضو لا اللعيبه دي، لا اللعيبه دي وحشه، اللعيبه دي هي امكانياتها، اللعيبه دي ده اخرها، مش هتقدر تعمل حاجه اكتر من كده. وزي ما قلت لكم، اللي عايز يلوم مرتضى منصور وعياله، هم اللي فضوا الفرقه وهم اللي ما جابوش بديل. ده نهايه الكلام. حاجه اخيره عايزه اقولها قبل ما انهي الفيديو، عرفت ان في 4 من جمهور الزمالك اتقبض عليهم امبارح في الماتش عشان كان معاهم استيكرات تقريبا بتعارض مرتضى منصور. انا بجد مش فاهمه، يعني انا دلوقتي واحده مش موافقه ان مرتضى منصور يبقى رئيس الزمالك، او مش عايزاه يرجع رئيس الزمالك، فيتقبض عليا بالسبب ده. يعني احنا كجمهور كوره ده مش طبيعي، ده مش طبيعي خالص. انا في ناس موافقه على مرتضى منصور وفي ناس رافضه مرتضى منصور، ده عادي وده طبيعي، وطبيعي في كل حاجه مش بس في الكوره. لكن اللي مش طبيعي ان شخص يتقبض عليه عشان خاطر بيقول لا انا مش عايز مرتضى منصور يرجع الزمالك. ده اللي مش طبيعي خالص. اتمنى ان الناس دي ترجع بيوتها، لان ما لهاش يعني انا واحد بشجع كوره، ما ينفعش اروح بشجع كوره وبتكلم في كوره ويتقبض عليه عشان الكوره. شكرا لكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كان معاكم آية السيد، سلام.